السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلتها لك أي مصيبة في الزمالك هي مصدر فرح لإخواتنا الأهلاوية، إخواتنا الأهلاوية مبسوطين النهاردة والله بسبب مشكلة بيزيرة ونادي الزمالك، وقلتها لك وهقولها لك تاني، الزمالك أخطأ في رحيل جون أدوارد في بداية الموسم، لكن لما تيجي تقول لي عن مشكلتي هطلع أقول لك والله أنا غلطت في كذا وما غلطتش في كذا، لكن لما أقول لك كأهلاوي وأنت عندك صفقة النهاردة أعلن الأهلي عن رحيلها وهو النجم التونسي محمد علي بن رمضان ب 800,000 دولار، فترجع فلاش باك في سنه زي اليومين دول، يرجع كده من سنه زي اليومين دول عندما اعلن الاهلي التعاقد مع محمد علي بن رمضان كانت اجمالي الصفقه 2,200,000 دولار مع مرتب شامل او مرتب سنوي للاعب 1,800,000 دولار، فده توتال صفقه بتتكلم في 4 مليون دولار. الاهلي اعلن رحيل الصفقه ديت النهارده ب 800,000 دولار. هيجي واحد اهلاوي فاسدك يقول لك يا عم طبيعي انا جبت نجم وفشل عندي. طب ايه رايك في مشكله ياسر ابراهيم؟ طب ايه رايك في رحيل الاهلي لجراديشار سيراميكا مع تحمل الاهلي 50% من راتب اللاعب؟ ايه رايك في رحيل بتاع رضا سليم من الجيش الملكي وتحمل الاهلي جزء من راتبه وي 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 وعمر السهل بمليون دولار وي وي افلام ياما وعندك مشاكل ياما، لكن انت هنا عندك الجرأه انك تطلع تقول الاداره عندي فشلت في هنا ونجحت في هنا، زي ما هطلع النهارده اسلك لك ادارتي واقول لك نجحت في كذا وفشلت في كذا. ما عندكش القدره يا جدع. ليه؟ لان في لجان اهلاويه ابيضه وانا عارف وانت عارف هم مين، لكن مش موضوعنا. وتعالى نتكلم في مشكله النهارده وهي مشكله البرازيلي خوان الفينا بيزاجي. الزمالك النهارده ومجلس ادارته زي ما قلت لك في بدايه الحلقه، في بدايه كل حلقه اخطا في رحيل المدير الرياضي. سيبك بقى من اسمه، هيجي واحد يقول لي انت لجنه مش لجنه. يا عم انا مش لجنه وكان نفسي اكون لجنه عشان اقول الكلمتين وارتاح، لكن بقول لك بعقلي وبقول لك النهارده انا بقول 1 2 3 رد عليا بمنتهى الامانه اهو. لكن تعالى نتكلم. انت النهارده كمجلس اداره في كلام اصدره اللاعب النهارده في بيانه بيقول والله ان انا خدت من وعد من مجلس اداره للموافقه على رحيل عندما ياتي عرض كويس. طب مين من مجلس اداره طلع اتكلم معاه يعني ادى الموافقه للاعب زي ده؟ مين يعني؟ سين من اعضاء مجلس الاداره هيقول لك ده في كلام طلع النهارده اصل المدير الرياضي جون ادوارد هو اللي كان مدي برضه ماشي. طب انا النهارده هريحك خالص، بتقول مش انا وتقول مدير الرياضه وناس تانية تقول لك لا ده مش احنا. طب بالراحه، مين اللي ارسل عقد او الطلب او الرد على اهل شباب دبي ده ولا شباب اهل دبي ده بالموافقه على بيع اللاعب ب 6 مليون دولار؟ يعني النهارده لو شباب اهل دبي وافق على 6 مليون دولار كان زمان بزي مش عندنا؟ والله العظيم ما عارف اقول لك. فانا برضه انا في الحلقه ديت مش عاوز انكش في الاداره قوي لان في كلام هيتاخد عليا. يعني لو النهارده طلعت قلت لك ده لعيب برازيلي وعنده مشكله وعارفين عقليه اللعيبه البرازيليين والقصه الحمضاء اللي احنا حافظينها ديت، فجماهير انا بتشمت فهضربه على دماغه برضه واقول لك ليه؟ انا النهارده انت بتشمت فيا عشان عندي لاعب برازيلي فاضل في عقده 3 سنين وراجع عاوز يمشي. طب ما انت كان عندك لاعب فلسطيني احسن من خوان الفينا حتى في القيمه التسويقيه وضربك على دماغك ومشي غصب عنك. تقول لي ما انا استفدت ماديا، ما هو الزمالك عنده برضه استفاد ماديا بمبلغ 4 مليون ولا 5 مليون دولار كمان بالمتغيرات بتاعته. لكن انا هقول لك ان الزمالك النهارده هو اللي بيودي نفسه اللي يخلي الناس ديت هي اللي تتكلم. ليه؟ في الموسم اللي فات ما حدش ذكر اعلامي صحفي كان بيقدر يجيب معلومه من داخل نادي الزمالك الا بتسريب من مجلس اداره او لما جون ادوارد يسمح ان المعلومه تطلع. فانت النهارده بقيت مستباح، اي حد عمال يجيب منك اي خبر، ده كله ليه؟ فشل من اعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي اللي مش متحكم في اي حاجه. بمعنى اصح انت النهارده لو كنت وافقت على رحيل خوان الفينا بزيرو، طب عندك البديل؟ لا. طب حتى لو عندك البديل هتعرف تأيده؟ لا. طب انت النهارده بتدي اللاعب ده مرتبه بانتظام؟ اكيد لا. طب بتدي وكيله نسبته بانتظام؟ اكيد لا. فده اللي حصل وخلى وكيله يخلي اللاعب، خلي بالك كل الكلام ده مش جاي من الفينا، جاي من وكيله. تقول لي هم اقول لك ما اختلفناش، انت صح، لكن ده كله ليه؟ بسبب ضعفك انت كمجلس اداره. النهارده اي لاعب او اي قصدي النهارده اي عضو مجلس اداره يقدر يكلم اي لاعب. يعني مثلا سيب من اعضاء مجلس الاداره يكلم بيزيرو احنا منفتحين لبيعتك هات عقد وامشي. عضو مجلس الاداره تاني لا والله مش ماشيين. فانت النهارده تلاقي تضارب في التصريحات، محدش كان بيسمع الكلام ده في وجود مدير رياض، ماليش دعوه بقى بجون ادوارد ولا غيره، انا بتكلم عن مدير رياض. فالزمالك النهارده بيسلم نفسه للاعلام وبقى ماده بيسموها ايه؟ ماده خام او ماده طازه لكل اعلاميين مصر اللي يقدر يجيب منه صفقات واللي يقدر يجيب منه اخبار ويقدر يجيب منه تفاصيل ويقدر يجيب منه حاجات كتيره جدا. انت لو عملت في نفسك كده رحيل جون ادوارد او مدير الرياضه في بدايه الموسم كانت القشه التي كسرت ظهر البعير. انت اللي بتعمل نفسك كده، فما تجيش تسال يا حبيب قلبي. بالراحه تاني بقى وتعالى نبدا. انت النهارده زي ما قلت لك لو كان شباب اهل دبي وافق على 6 مليون دولار كان الزمالك هيبدا موسمه بدون اهم لاعب فيه بعد وليد دباغ من وجهه نظري انا، لكن بالنسبه لجميل زيك هو اهم لاعب. فانت النهارده هتعمل ايه؟ كنت هتجازف بالموسم؟ مش عارف اتكلم والله. كنت هتجازف بالموسم؟
انا مش عارف اقول لك ايه والله. مجلس اداره يا عيني بيديك يسموها ايه، بيديك يعني حاجه كده بيتفنن في انه ازاي يخليك تفقد الثقه في اي شيء تاني. هنا عايز اكلمك في نقطه مهمه جدا. لو في حد بيقدر يكلمك ويعايرك، فالطرف التاني بيعايرك ده عنده 50 حوار تقدر تمسك فيه، اللي هو النادي الاهلي، وتقدر تعاير بيهم هو كمان. لكن تعال نتكلم في نادي الزمالك ومشكلته بالنسبه للعيبه، زي مثلا شيكو بنزا. سيبك بقى من 2000 بيزيغا خالص. شيكو بنزا الراجل اللي كان بيقول هوصل يوم 7 وهوصل يوم 8، بيكلمهم تاني النهارده ده انا هوصل يوم 14 يوم 15. طب فاضل ايه على بدايه الموسم؟ فاضل على بدايه الموسم. خلي بالك الزمالك كلموا وقالوا احنا هنطبق اللائحه، احنا اصلا ما وافقناش على التخيير الاولاني ولا وافقنا على التخيير الثاني. لكن النهارده فين قوتك؟ فين الناس اللي كانت مسؤوله بقى؟ ما كناش بنسمع الكلام ده. طب يعني مثلا مش حصل توقف دولي قبل كده في الموسم اللي فات واللعيبه هتلعب مع منتخباتها مثلا مشارك في افريقيا ولا ايه؟ طب اللعيبه دي ما رجعتش، رجعت عشان في راجل قوي بيقدر يمسك اللعيبه ديت من يقابيهم. جون ادوارد اللي كان حلال المشاكل، قلت لك هو الفانوس السحري لنادي الزمالك اللي سبب من اسباب تتويج نادي الزمالك بالدوري. انا مش بشكر جون ادوارد، انا بشكر الراجل اللي فكر في تعيينه كمدير رياضه، او فكر في منصب مدير رياضه كمان. فانت النهارده عندك لعيبه معترضه، من ضمنهم عبد الله السعيد، من ضمنهم شيكو بنزا، من ضمنهم الفينا، من ضمنهم مش عارف مين ومين رفضهم. والنهارده عبد الله السعيد عامل قصه وعامل حوار لنفسه. طب يا عبد الله هو وقته؟ لا. الموسم بتاعه يعني؟ لا. بس لما تيجي تبص لاسباب عبد الله السعيد في اسباب منطقيه جدا، واللي عاوز يزعل يزعل. انا النهارده لاعب، لو انت النهارده راجل موظف، الموظف ده الشركه قالت لك والله انت بتقبض 6000 جنيه في الشهر، 7000 هديك منهم 2000 جنيه والباقي في بدايه الشهر الجاي. جه الشهر الجاي خد 2000 جنيه يا عم، ليه 4 من الشهر اللي فات بس خد 2000 ماشي حالك. فده اللي كان جون وودوارد مش عاوز يعمله، ان انا ما ابداش الموسم يا صاحبي وانا عندي لعيبه لها فلوس فهتيجي تتنك عليا، فلما تيجي تعملوا مشكله هو كسرك ان ممكن يمسك عقده في اي لحظه. لكن انت النهارده عاوز اي لاعب يجي تعالى يا باشا خش التدريبات بتاعتك، وفي النهايه يشتكيك. ما يمشي في اي موسم زي في نص الموسم زي عبد الحميد معالي ما مشي وقف عليه قضيه وكسبها، زي صلاح الدين مصدق وقف عليه قضيه وكسبها، ورجعت انت عملت معاه مصالحه وعملت معاه مش عارف ايه. في النهايه مين المخطئ؟ المخطئ اللي عاوز يبدا الموسم واللعيبه لها فلوس فتيجي في نص الموسم تسيبك وتمشي. وحصل زي ما بقول لك الجفال زي صلاح الدين مصدق وزي ما قلت دلوقتي. في النهايه انا مش مع عبد الله السعيد بغيابه عن المعسكر، لكن انا بقول لك الصح فين والغلط فين. الصح فين والغلط فين. انا المفروض داخل الموسم ادي اللعيبه على الاقل خالص الموسم اللي فات 80%، مش المفروض يعمل لك بقى المفروض 100%. لا يا عم الناس كلها عليها فلوس 80% 70%، لكن مش 20%. مكافاه فوز الماتشات ما خدوهاش. الصح صح والغلط غلط، الصح صح والغلط غلط. انا بقول اللي يملي عليا ضروري سواء انا صح سواء انا غلط، ورد عليا في الكومنتات وانا هكلم وارد عليه. تعالى بص يا سيدي بقى، انا كاداره نادي الزمالك عاوز اخلي نفسي، وده اللي قاله كابتن حسين لبيب في بدايه ما ترشح وبدايه ما كسب رئاسه نادي الزمالك. قال لك انا عاوز اشيل الهويه القديمه واحط هويه جديده. هويه جديده ازاي وانت النهارده كل لعيب ليه فلوس، كل لعيب عنده مشكله مش قادر تحلها. انت النهارده ما بتظهرش في الصور، ما بتحلش اي حاجه، ما بسمعلكش تصريحات، ما بشوفلكش لقاءات، ما حتى لما بتظهر ما بتديش اي حاجه تطمنك على الزمالك. اللي يعتبروا باينين هو حسين السيد عمر الصداره وهشام نصر ربنا يديله الصحه نائب رئيس النادي. دول اللي كانوا موجودين واللي بيشوفهم بيظهروا واللي بيحلوا مشاكل. لكن انت مش موجود، والاعضاء الثانيه ديت ماشي حالك يدفع فلوس وعايز ياخدها يعني يسموها ايه؟ بمضاعفاتها بقى ولا بنسبتها ولا بالكلام ده كله. الزمالك نقطه من اول السطر حاول تحل مشاكلك لان الموسم هيبقى صعب والجماهير هتسلخكم. ومحدش فيكم لو ترشح تاني حد يوافق عليه ايا كان هو مين. اللي يمكن في بصاص من الامل هو هشام نصر اللي هو نائب رئيس النادي. الاهلي ومشكله تجديد اللعيبه. الاهلي عارف ان لو امام عاشور النقطه اول سطر ايه، لو امام عاشور ما قدرش يجدد له في الموسم ده، الموسم الجاي يحق لامام عاشور انه يمضي في اي حته. لان هو فاضل له موسمين، عدي الموسم ده في نص الموسم القادم يعني في يناير اللي زي مش اللي جاي ده اللي بعديه يحق امام عاشور انه اي نادي. فالاهلي بيحاول يخلص من بدري. اللاعب لحد النهارده ما اداش الضوء الاخضر الاهلي. هتسمع تصريحات انه موافق وهتسمع والاهلي يبعت ادم وطني، وادم وطني هو اصلا هو اللي بيتحكم في الصفقات كلها من اولها لاخرها عشان تبقى عارف. من تاكيدات ان الراجل عاوز يبقى اعلى راتب في الاهلي. شوف زيزو بكام حطوني فوق، ومع كمان وجود ضمانات انه يبقى اعلى لاعب.
ده التسريبات الموجوده الله اعلم صحتها برضه، لكن لازم اكد الكلام ده، وان ابوه ياخد نسبه زي ابو زيزو ما خد نسبه والكلام الكبير ده كله. لكن مش عاوز احشر نفسي قوي في قصه امام عاشور، لان هي الاهلي كده كده مستميت على اللاعب، فما تجيش تقول اصل اللاعب النادي اصلا مش مستميت على حد، لا النادي الاهلي عاوز امام عاشور وعارف قيمته بيقدره من الاخر. لكن المشكله الثانيه اللي بتقابل الاهلي وهو ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم الاهلي عن طريق لجانه بيقول لك انه اقترب من التجديد والكلام ده كله، لكن ياسر ابراهيم جاي له عرض من الدوري السعودي، يقال انه نادي الشباب السعودي، لكن هو عرض من احد الانديه السعوديه. في كلام ان راتب ياسر ابراهيم مقدر في النادي السعودي ده بمليون و600,000 دولار، يعني بتتكلم المليون ب50 وال600 قول ب30، يعني بتتكلم في حوالي 85 مليون دولار، 100 مليون جنيه، مع ان بياخد في الاهلي حوالي 20 مليون 18 مليون في حدود دي. فالاهلي لحد النهارده ياسر ابراهيم بيضغط للرحيل. طب يا عم فين حب الاهلي؟ بيضغط للرحيل. فين عيش الاهلي؟ بيضغط للرحيل. فين حمر؟ بيضغط للرحيل. سيبك من الافلام دي كلها الحمد لله احنا حفظناها من السوشيال ميديا الاهلي دي. الراجل عاوز يمشي حقه، محدش يقدر يلومه. فعشان جيش سمعنا الصورات الحمضانه بتاعتك دي، ده سد ده عشان خاطر ده والمجد ده عشان خاطر يملي التيشيرت الاهلي والافلام الحمضانه دي. حل مشاكلك الاول يا صاحبي. عندك مشكله ياسر ابراهيم، شوبيه، امام عاشور، رضا سليم، اشرف داري، القصه الكبيره اللي عندك ان الراجل عاوز عقده بالكامل. الراجل النهارده ما سافرش مع الاهلي، حط تحت مليون خط، ما سافرش مع الاهلي اسباني، ده ايه الاهلي مش عاوزه، كلنا عارفين الكلام ده كله. طب مش قادر يمشي ليه؟ لان الراجل عاوز عقده بالكامل. قال لك في عرض من الولاد، الكلام ده ما حصلش. هي اللي ممكن خالص الموضوع تحت الترابيزه الله اعلم. خلينا نشوف الايام الجايه ممكن يحصل فيها ايه، لكن هنا انا وصلت للنهايه. عجبك كلامي واول ما تشوفني هستاذنك من فضلك بعد اذنك انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما عجبكش كلامي ممكن تقول عليه في الكومنتات واقف قدامك ويحترم، وباذن الله اشوف حلقه جديده والسلام.